1974 في اسكندرية. كان في سواق تاكسي شغال لوقت متأخر، الليل هادي بس قلبه مش مرتاح. فجأة وهو ماشي بليل ظهرت له بنت شابة ووقفت له، وشها شاحب وملامحها غريبة. قالت له يوصلها الشاطبي، وافق وركبت ورا. ومن اللحظة دي الصمت سيطر. ولا كلمة طول الطريق، بس السواق حس ان في حاجة مش مظبوطة. الجو برد مش طبيعي. عند بوابة حديد ضخمة في أول الشاطبي قالت له: ثواني حنزل هنا. عدت 5 دقايق، 10، نص ساعة كاملة، والبنت مرجعتش. دخل يدور ولقى البوابة بتودي على المدافن، وشافها وقفت عند مدفن. استناها لحظة ورمش بعينه، اختفت. خوفه سيطر عليه، ركب العربية وجري من غير ما يفكر. لما هدي شوية بص ورا، الكنبة كانت مبلولة مية. والأغرب أثر كف مطبوع من جوه على الإزاز. حكى لزمايله وراحوا المدافن، والصدمة كانت كبيرة. الصورة نفسها مارجريت حنا. مارجريت ما ماتتش موت طبيعي، حرامي دخل شقتها وسابها جثة. المكان اللي ركبت منه التاكسي نفس العمارة اللي ماتت فيها. القصة انتشرت والرعب مسك اسكندرية. ولا ثلينا يكون طعمنا من مول الموستورات، ما وقام داير عم مول الموستورات. انجل يا هوي لكتورة لك لن